السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين حاجة كده من الاخر، طعم هيوديكم في حتة تانية خالص. فيديو النهاردة حلو جدا بزيادة. هنحضر مع بعض اجمل والذ بامية باللحمة ممكن تعملوها، طعم كده من الاخر. البامية طبعا كلنا عارفين ليها طرق كتير ممكن نحضرها بيها، بس بصراحة دي افضل طريقة ممكن نحضر بيها البامية. هنعرف مع بعض تكاتها وكل تفاصيلها اللي هتديك الطعم المميز اللي هنوصل بيه للطبق الحلو ده. بس يا ريت تتابعوا الفيديو للاخر عشان في تكات هتعرفوها في الاخر. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، واللي اول مره يتابع قناتي على اليوتيوب يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. طبعا عارفين كلمه اشتراك، الكلمه الصغنونه اللي باللون الاسود اللي تحت الفيديو. معانا هنا حله، طبعا انا هطبخ في الحله البريستو عشان سوى اللحمه يعني ما تاخدش وقت معايا. عفوا. الحله اهي هنزل عليها بمعلقه كده محترمه من السمنه البلدي او اي ماده بتفضليها. في ناس بتطبخ بسمنه هولندي او زيت او زبده او حتى دهنه، بتدي طعم برضو حلو للاكل. اي اضافه في محلها بتنكه الاكل بتاعنا. تمام. هننزل بقى بقطع اللحمه بتاعتنا. اول حاجه انا طبعا عندي لحمه، يعني بحب اطبخها في الطبيخ، ما بحبش اعمل شوربه. طالما عندي لحمه لا، بتدي طعم احلى واقيم للطبخه بتاعتي وبتعزز طعمها من الاول. اهي اللحمه هنقعد نقلبها على الجنبين. نيجي بقى للكبه بتاعتنا. معانا هنا راس توم وبصلايه متقطعه، هنزل بيهم في الكبه وهطحنهم كويس. تمام. يختلطوا الاتنين مع بعض. مش التوم ده بس اللي انا هحطه على الباميه، في توم تاني في اخر الوصفه خالص، 3 فصوص توم هقول لكم هنعمل ايه. اهو طحناهم في الكبه كده. تمام. امتزجوا الاتنين. واللحمه بتاعتي اهي نزلت الصوص بتاعها واحنا بنقلب فيها. شايفين؟ على نار عاليه مش نار واطيه، لان النار الهاديه هتنزل الميه بتاعتها وانا مش محتاجه الميه بتاعتها في حاجه، يعني انا عايزاها تسوي لسه الطبخه بتاعتي. شايفين اللون يا جماعه؟ الجولد الغامق ده اللي انا عايزاه عشان ما اكونش محتاجه للتحمير تاني، هكتفي باللون ده بس هيدينا طعم خالص، وكل بهريز اللحمه هتنزل في الطبخه بتاعتي. اهو على نار عاليه، ما حطيتش اي اضافات فيها، وهقعد اقلب كده طول ما هي لازقه. تعرفي ان هي لسه ما اتحمرتش التحمير ده، تسيبيها اول ما تقلبيها تلاقيها فكت، تعرفي ان هي وصلت للمرحله دي. اول ما توصل بقى وتتحمر كلها التحميره اللي انتوا شايفينها قدامي، هبدا انزل بالاضافات بتاعتي. هو البصل والثوم مزيجي هما الاتنين. نزلت اهو بمزيج البصل والثوم وهقعد اقلب. طبعا دي نار عاليه، واديكوا شايفين طبعا بنفسكم الفقفقه بتاعه الاكل. بصوا البصل خد اللون بتاع اللحمه واللون الجولد كده اللي نازل من اللحمه. تمام. حلو قوي. نيجي بقى للطماطم. جبت طماطم طبعا حوالي كيلو طماطم، غسلتها طبعا وقطعتها وضربتها في الخلاط. اهم مرحله عندي وهي تصفيه الطماطم. بصوا هفضل اصفي فيها كده لغايه، بصوا اهي بدات تقل خالص. شايفين البذر بتاعها وقشر الطماطم ده لو اتحط في الطبخه كفيل ان هو ما اقولكمش ممكن يعمل ايه في الامعاء بتاعتنا والمعده، ومش هنستفاد منه بحاجه، مش هتزود لي الطبخه يعني، بالعكس هتتعبني خالص. شايفين قد ايه نزل اهو بعد ما صفيته خالص؟ تخيلوا بقى لو ده كله نزل في الطبخه كان ممكن يحصل لنا ايه. صحيا التصفيه طبعا حاجه كويسه خالص. بصوا هنزل بقى بالطماطم على البصله بتاعتي اهو، نزلت بيها. تمام بقى قلبت كده من جميع الجوانب زي ما انتم شايفين. هايل. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه، اشتراك الكلمه اللي باللون الاسود اللي تحت الفيديو، فضلا وليس امرا. شايفين؟ دي بقى ايه زي الشوربه كده لما بنسلقها هتاخد اللحمه، يعني لما نيجي نسلقها بتنزل الطعم كله فيها. انا بقى هعملها النهارده بالصلصه، هتنزل طعمها كله في الصلصه وهتستوي منها فيها وهتكون دايبه وشاربه من صوص الاكل من اوله وهتبقى عالي العيل. هضيف ايه بقى معانا هنا؟ اضافات. هضيفها 3 اضافات دلوقتي.
في اضافة تانية في الاخر. ماشي، ادي نزلت اهو بالملح والفلفل الاسود، هقلبه طبعا، هديله تقليبة. وطبعا علشان الطماطم وحموضة المعدة ما تتعبناش ويبقى الاكل خفيف علينا في الصيف، هنزل برشة من السكر، دي مهمة جدا للطماطم عشان ما تعمليش حموضة. هديها بقى تقليبة كويسة كده من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن على الجناب، وهبدأ اغطي الحلة البريستو بتاعتي واقفلها واحكمها خالص كده وخليها بقى تستوي براحتها. نيجي بقى نعمل الرز بتاعنا بالشعرية. طبعا كلنا عارفين الرز بالشعرية، بس هو ليه اكتر من طريقة برضو. جبت حلة اهو سلس على النار او الحلة اللي انت بتفضليها، نزلت عليها بمقدار الشعرية اهو. تمام، هعمل بقى ده نص الكيس، هعمل عليه ضعفه. الرز بتاعي هيكون حبة حبة طعمه حلو خالص، كل ما تكتري الشعرية بيدي نكهة للرز. وافضل اقلب الجوانب كده واحمر الشعرية كويس لغاية لما توصل للون الجولد بتاعي. يعني وصليها للجولد مش الفاتح، الجولد الغامق سنة، لان هي مع المية والسوا بتاعها بتفتح، فلا انا هغمق تاني زيادة عن اللون ده. شايفين ما شاء الله؟ ايدك فيها عشان خاطر لو سبتيها في ثانية كده طالما وصلت اللون ده ممكن تتلسع منك. تمام، حلو قوي. هبدأ بقى اجيب الرز بتاعي الكمية اللي انت هتفضليها وهتحطيها الكمية المناسبة ليكي، وهنزل اهو غسلته وصفيته، وهبدأ بقى اشوح في الرز. في ناس بعد ما الشعرية بتتحمر بينزلوا عليها بالمية الباردة عادي والملح وتغلي وتقوم نازلة بيها في الرز. انا كنت بعملها كده صراحة، بس حسيت ان الطريقة دي افضل. ليه؟ لان انا بشوح الرز خالص عشان خاطر الرز يطلع مفلفل. الطريقه دي ما بتعجنش الرز نهائي، انا ما كنتش بعمل الطريقه دي خالص، كنت بستخدم الطريقه التانية. بس لما شفت دي والدتي بتعملها حبيتها صراحه، لقيت الرزايه بتتغلف كده بالرز يعني سوري بالزيت كده بتاعها وتتظبط خالص. فكده افضل كده بقى. نزلت بالملح بتاعي وهبدا انزل عليها بايه بقى. انا حاطه ميه بتتغلي في البويلر. تمام، هفضل شغاله اقلب فيه، مش هنزل بالميه البارده، لا، الرز لما في الميه السخنه المغليه بيستوي افضل وبيبقى مفلفل. افضل ليه من الميه البارده؟ عادي ممكن تستخدمي بارده، بس ايه كده افضل. اهو، اوعوا تنسوا تعملوا لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن يشوفوه. بفضل اقلب كده شغاله لغايه لما الاقي ان الرزايه اتغلفت تماما. تمام، انا طبعا هسوي النهارده بميه، مش هسويه بشوربه. انا لما بيكون عندي شوربه بعمله بشوربه، بحب يعني طالما في شوربه كافيه خلاص اسوي الرز يبقى الاكل كله بشوربه. عشان اللي مش عايز يشرب شوربه فبطعم الاكل كله، يعني هتشربوها او هتاكلوها. بصوا، نزلت اهو عليه بالميه اللي في البويلر المغليه، هديله تقلبتين وهوطي عليه. وقبل ما يستوي ب10 دقايق كده اقوم حاطه معلقه سمنه بلدي ومقلبها. التركه دي يا جماعه بتدي للرز طعم كانك انت مسويه من الاول بسمنه بلدي، بس انا بحب احط زيت عشان يطلع مفلفل. تمام كده، خلاص هوطي عليه واغطيه يستوي بقى في البخار بتاعه. حلو قوي اهو. بصوا دخل في سوا. نزلت بمعلقه السمنه البلدي زي ما قلت لكم، عايزه تحطيها مش عايزه تحطيها براحتك، دي اضافه من عندي، بس لو عندك سمنه ما تستخسريش في الوصفه دي. تمام، ادي الطماطم اهي اتسبكت، شايفين الجمال؟ السمنه اهي طلعت على الوش، وشايفين لون الطماطم حمرا ازاي وحلو، واللحمه ما شاء الله. هبدا انزل بالباميه، ده حوالي كيلو الا ربع من الباميه. طبعا قمعتها وشقتها كده من النص، يعني شقه بسيطه عشان الصلصه تدخل فيها، وغسلتها كويس جدا ونزلت عليها. طبعا انا مش هحط ميه وما عنديش شوربه اصلا ونحط اي حاجه، لان هتستوي في الميه في الصلصه بتاعتها، وكمان الباميه دي فيها الياف فهتنزل ميتها. تمام، فهتستوي منها فيها. وكده كده اصلا الباميه ما بتحتاجش سوا كتير، هي دوبك غلوتين على النار، غلوتين والتالتة وبنطفي. تمام، هفضل اقلب فيها كده واقوم مغطيها برضو بالحله البريستو تقعد لها الغلوتين بتوعها. واضيف بقى الاضافه بتاعتي. عندي ايه بقى؟ بصوا، دي معلقه من الكزبره الناشفه، وهنزل بحوالي فصين 3 من الثوم المدقوقين اهو. بس كده هتاخد لها اخر غلوه النيين، هتاخد اخر غلوه وهنطفي عليها، والحمد لله وشكرا على كده.
بصوا فص الثوم ده ما ينفعش يغلي كتير، يعني بسيط كده تقليبه كده ويشم النار معاها، بيدي طعم يا جماعه يعني والريحه جميله جدا. في ناس بتحبها بطشه، بس انا صراحه ما فضلتهاش بالطشه، حسيتها كده احلى، وجربوها هتعتمدوها على طول. نيجي بقى لمرحله الغرف. طبعا التزيين ده بتاعك انتي، جبت بوله كده وحطيتها في نص الطبق وحطيت الرز عليها، بصوا الجمال. وقلبت طبعا، وهشيل البوله وهحط في النص الباميه. شايفين الباميه؟ ما شاء الله، الباميه طالعه هي مش مهريه، الواحده بوحدتها، مفيش عرق فيها خالص. طبعا العرق ده بيجي لما الباميه بتتهري. شايفين الجمال يا جماعه؟ ولا اللحمه دايبه دوب. اتمنى بجد تجربوا الوصفه بتاعتي وتعملوها بنفس الطريقه. شايفين الباميه هي مستويه وفي نفس الوقت الواحده بوحدتها اهو. شايفين؟ انا ما بحبش الباميه تكون بصوص خفيف اهو. هبدأ بقى احط اللحمة من على جناب الطبق اهو. اللحمة طبعا دايبة دوب لانها شاربة من الصوص في الاول. عايزاكم بجد تجربوا الطريقة دي لو انتي مش بتعملي طشة البامية، لان في ناس بتعمل بطشة. لو مش حابة تعملي طشة جربي الطريقة بتاعتي هتدمنيها. شايفين الجمال؟ نزين بقى بشوية خضرة كده بسيط، بقدونس بسيط من البقدونس، اوراق البقدونس مش العيدان. يعني مش عايزه اقول لكم على الجمال، كانت طعمها تفوق الخيال صراحه. جربوها. يلا بقى، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وكومنت، واللي اول مره يتابع الفيديو تعملوا لي اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس.